حلقة النهاردة مهمة لكل حد عاوز يتعلم كونتنت أو ماركتينج وهو بيدرس، خصوصا لو كان بيدرس في كلية عملية. حكاية النهاردة هي حكاية دكتور عبد الفتاح. أهلا بيك يا عبد الفتاح. انا بك هندسه. إيه الأخبار؟ الحمد لله، والله الاخبار كله تمام؟ زي الفل. ده الحمد شغال. لله. مين عبد الفتاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كده عبد الفتاح انسان بسيط جدا. من فئة البني آدمين. الحمد لله. مش من فئه تانية، الحمد لله. ومش من فئه المهندسين برضه يعني. مش من فئة المهندسين. ده عبد الفتاح محمد، 23 سنه. انا من الدهريه، درست في الازهر. حاليا الحمد لله اتخرجت من كليه طب الازهر. انتوا بتتخرجوا؟ بيقولوا. بنفرح زي ما الناس بتفرح، يعني نعمل ايه. غلابه برضه. انت اتخصصت ولا لسه؟ لسه ما تخصصش دلوقتي برضه، احنا ما اتخرج نتخصصش. من غير ما يتخصص. ما متخصصش دلوقتي. ما بداتش امتياز، ما فيش قسم حبه. لسه ما حددتش اي حاجه. والكلام ده كله بعد الامتياز. بعد بعد سنتين الامتياز. سنتين كمان. اه. ربنا معاكم. الله المستعان. طيب ايه اللي جاب عبد الفتاح من طب الماركتينج اصلا؟ وهل دي حاجة مشهورة عندكم شبه ما احنا مشهور عندنا الكارير شيفتنج لا. والكلام ده؟ لا، الحقيقه لا. فكره الكارير شيفت في طب قليله قوي. ما حدش بيخش ياخد السكة لا. دي كلها وفي الاخر بالظبط، مفيش ناس كتير بتعمل كارير شيفت من بين طب وبين اي حاجه تانية. اخدوا مشوار طويل. اخدوا مشروع طويل فلا ما بيكملوا، او بيكونوا ايه. زي ما انا واخدها كده كرحله جانبيه جنب الطب، مش حاجه اساسيه. احنا الطب بالنسبه لنا هو الاساس وبنكمل عليه. بس في حاجه جانبيه كده بتساعد هو الطريق. السبب الايه؟ يعني لو جبت يعني اللي بنقوله بعقلنا الطفولي انه في الاخر هيبقى دكتور عنده عياده فعايز يبقى فاهم، في الاخر هيبقى صاحب مشروع مستقبلا. هل هو بيبقى السبب ده لا، اصلا؟ لا. في سبب طفولي اصلا في الاخر هو ممكن اه، يشتغل في مستشفى عادي، بالظبط، ما عادي مش جدا، شرط. مفيش. لا. يعني دكاتره كتير جدا مبيبقاش عندهم عيادات عادي، هو بالظبط. بيشتغل في مستشفيات بس. لا، والدكاتره كتير جدا بتسافر براهم، والشغل براهم ما فيهوش عيادات. هو ومش مستشفيات بس. ما فيش الكلام ده. لا خالص. فهو ما فيش ناس كتير بتعمل شفت كارير قليل يعني كأمثلة عملية شفتها في حياتي، لا ما شفتش. يعني انا اقصد ان فكره اننا في الكوميونتي مثلا نبقى بنستهدف طلب الطب ده مش المفروض يحصل. لا، ولو كلمت الطالب ده ما تقولوش عشان عيادتك لا، والكلام ده، وما لا تكلموش خالص. تقول له تعمل بيرسونال براندنج، وده في لا، اخر اهتماماته اصلا لا. دلوقتي. هو كل الحاجة اللي ممكن يدخل علشانها هي فكرة انه دخل جانبي جنب لحد ما يخلص امتيازه. لحد ما يقدر انه يبقى بيجيب دخل من بالظبط، من من طب. وظيفه. لان الطب على ما يجيب دخل محترم محتاج سنين طويلة. بعد ال7 سنين كمان ممكن يحتاج 5 سنين كمان بعدها يعني. مهم. فالمشوار طويل جدا على ما يقدر يجيب دخل محترم من وظيفة زي طب. وظيفة زي طب، لا، دخلها المحترم بعيد. مش قريب خالص. فالحل الوحيد ان حد يكون بيكلم طالب الطب انه يقول له ده دخل جانبي، وظيفة جانبية. تقدر تشتغلها من البيت. وما بتاخدش ساعات كتير، يعني مش شرط تشتغل فول تايم او حاجه، لا انت ممكن تشتغل بارت تايم عادي جدا، او تشتغل فريلانسنج. وبوقت قليل انت اللي تحكمه. وتجمع المبلغ اللي انت عايزه. وده كان السبب اللي خلى عبد الفتاح بالظبط. يفكر في انه يدخل الكارير اصلا ده. فكرت ان انا ادخل الكارير ده، بس مش الكارير الماركتينج في الاساس. انا فكرت اصلا في الاساس ان انا اتعلم موشن جرافيك بسبب بعض الحوارات كده اللي عشتها يعني. في كورسات وكده وخلافه. بس لما فكرت في الموشن جرافيك لقيت انه محتاج امكانيات لابتوب عاليه، محتاج امكانيات، انا اصلا داخل عشان عايز اجيب فلوس، فانا الناس عايز بتاعت الموشن فلوس. دي عايزه فلوس لا عشان شكرا، مش مكمل. لحد ما بالصدفه كده واحد صاحبي شجعني ان انا ادخل معاه في بعض الانشطه كده. بعض الانشطه الطلابيه، فدخلت بالصدفه ودوست فتره طويله في الانشطه الطلابيه يعني، وتعلمت في البدايه بعض القشور، وبعد كده بدات ادوس مع نفسي وهكذا والخلاف، لحد ما وصلت المرحله اللي انا فيها. بدايه رحلتي كانت ممله شويه، ما كنتش حابب المجال خالص. استمريت. كنت مستمر لمجرد الاستمرار، مش مستمر لاني حابب الحاجه. طب عبد الفتاح دلوقتي، امم انا هرجع تاني دلوقتي، بس انا عبد الفتاح دلوقتي شايف ايه هي الاسباب اللي كانت مخلياه كاره
المجال او كانت مخليه البدايه مش احسن حاجه في المجال؟ البدايه ما كانتش احسن حاجه في المجال بالنسبه لي، لان او كنت كاره المجال، لان انا اولا المصادر اللي اخدتها كانت قشور جدا، ومعلومات مجرد معلومات نظريه ملهاش اي لازمه. يعني نقدر نقول ملهاش لازمه في الحياه. او ثانيا ليها لازمه واحنا مش عارفين لازمتها ايه لسه. يعني اكيد. انا مفيش او معلومه مفيهاش لازمه. ممكن وقتها بالنسبه لي ما كانش لها اي 30 لازمه. اه دلوقتي لا، انا بفكر بيها بشكل مختلف، المعلومات ديت مفيده. حلو. بس وقتها اخدت حيز اكبر من حيزها، بمعنى انها اخدتها على فتره طويله جدا. لا، كانت ممكن تختصر في شهر، مع انما ما اخدهاش مثلا على 6 7 شهور. لا، انا الكلام ده كله كنت ممكن اختصره على شهر شهرين بكتير قوي. الحاجات دي كانت سيلف ليرنينج؟ في البدايه كانت من نشاط طلابي، بعد كده كانت سيلف ليرنينج كلها. وفي فتره ال7 شهور دول انا كنت كاره المجال. مش كارهه بمعنى كارهه تماما، بس مش عادي، انا مش عادي. حابب. انا مش حابب، بس انا مستمر لمجرد الاستمرار. ان انا عارف مجرد ان ان اعمل اللي عليا. ان انا عارف ان المجال ده مجال من المجالات اللي تقدر اجيب بيها فلوس بعدين. فانا مستمر، لان انا ما فيش قدامي طريق تاني. يعني الطريق التاني اللي قدامي ايه؟ موشن، برمجه، مش عارف ايه. انا اتعلمت، جربت اتعلم اي حاجه من ديت، بس لا، كل شويه كنت اقف. يعني حته زي الموشن، لا هي محتاجه لاب تقيل، بس اللاب بتاعي ما في يسعفنيش. عقبات. حته البرمجه، لا، البرمجه محتاجه رحله طويله زياده. فديت عشان تعرف تعمل فلوس حلوه. بالظبط. وغير كده محتاجه ده استمراريه اكتر من الماركتنج شويتين. وانا كان عندي مشكله في الاستمراريه، ان احنا في الكليه عندنا ضغط امتحانات كتير، بنمتحن تقريبا كل اسبوعين او كل 3 اسابيع مره. فالضغط الكليه ده صعب ان انا يكون مع الاستمراريه، مع حاجه محتاجه استمراريه بالشكل ده. فما كانش فيه قدامي غير الماركتنج، فاستمريت. لما بدات اطبق مع نفسي كده حاجات خفيفه، لا، بدات بقى من هنا ايه، احب المجال اكتر. خلينا نقول ان في فتره الاستمراريه ديت، في بيت شعر بيقول ايه: النفس كالطفل ان لم ان تهمله شب على حب الرضاع، وان تفطمه ينفطم. فانت ما تهملش، بس استمر. استمر وهي هتيجي امتى ما تعرفش. يعني انا جت معايا بعد سنتين الحمد لله. لما بدات اطبق بقى، بدا المجال يستهويني اكتر، بسبب اصلا ان انا قبلها كنت عاشق للغه العربيه. والدي جزاه الله خيرا وحفظه الله، مدرس لغه عربيه، ومن صغري وانا متعود ان هو محببني في اللغه العربيه اصلا. بصره. ف... كنت بعرف قطعه النحو كلها، خد بالك. انا كنت بعمل كل حاجه في العربي. وبحكم دراستنا في الازهر، فعندنا حصيله لغويه من كل النواحي يعني. فده خلى الموضوع بالنسبه لنا، بالنسبه لي بالذات، لا، انا كده حابب العربي، بس انا فاكر النائب عن المفعول المطلق؟ لا. انا حاليا للاسف حاليا بعيد جدا عن اللغه. بس بحاول ارجع واحده واحده يعني. ماشي. بس خلينا نقول ان واحده من الحاجات اللي ممكن سهلت الامور عليك شويه، حتى لو انت كنت بتقول ان انا مش حابب المجال، كانت اللغه كويسه، فمخليه الامور خليها الامور اسهل. ده واحد من العوامل. وغير كده خلينا اقول ان انا لما بدات اتعلم برضو، انا بالنسبه لي الانجليزي حلو، مش ما عنديش مشكله في الانجليزي. فكنت بتعلم من مصادر انجليزي عادي جدا بالنسبه لي. انا قبلها كنت بتعلم من مصادر انجليزي في لطب نفسه، وده كان بالنسبه لي سهل وعادي. فده مخليني مستمر، مش حاسس بصعوبه، على عكس واحد اللغه عنده ضعيفه شويه. مش بقول ان اللغه الانجليزي شرط من شروط تعلم الحاجه، لا خالص اطلاقا. وحاليا المصادر العربيه مفيش اكتر منها. بس انا لما بدات وقع تحت ايدي مصادر انجليزي، فخلاص ده اللي دوست فيه. فكانت بالنسبه لي عادي ان انا اسمع انجليزي، عادي ان انا اسمع شرح. ده بالنسبه لي مش ازمه اطلاقا. احنا بالنسبه لنا عادي ان نسمع هندي، عارف ده الانجليزي الهندي ده. كان كنت نفسي الاقي بسمعه. مثلا دبلومه ديجيتال ماركتنج. ده سوري ماي فريند. ده بالنسبه لي كان عادي جدا ان انا اسمع الكلام ده عادي جدا يعني. فده ما كانتش ازمه بالنسبه لي، فعشان كده كنت مستمر بسهوله. ما كانش عندي ازمه يعني. بس لما بدات اطبق بالعربي، انا بدات اطبق فكره الفكره المنتشره في السوق،
ان بتاع الكونتنت ده بتاع هوستات. فانا لما بدات اطبق بالمنطلق ده. انا فاهم ان في حاجات كتير بتتم في الكواليس، بس انا مش عارف هي بتتم ازاي. بس انا فاهم ان في حاجات بتتم. مهم. هي ايه ما اعرفش. لا هي انا عارف هي ايه. انا اعرف اقولها في انترفيوز قال لي هقول لك، بس بالظبط. تعالى لا. طبق. وفعلا ده كانت ازمه بالنسبه لي، ان انا فاهم كويس بس انا مش عارف اطبق. فانا محتاج انترنشيب كويسه تعلمني، وده ما لقيتوش الحمد لله يعني. الحمد لله. ولا في الكوميونتي. لا ده بعدين بقى، اه. ده جت بعدين. ده هنقول ده من فضل ربنا يعني بعدين يعني. الحمد لله. المهم ان انا لما بدات اطبق كبتاع بوستات، فقادر ان انا اكتب براحتي. عندي لغه كويسه، فقادر اعبر بيها براحتي جدا. ف اتس اوكي، خلينا ندوس. انا ما جربتش الكتاب قبل كده، ما كنتش جربت الكتاب قبل كده. بس لما جربت، لا الموضوع حلو. الموضوع فيه اريحيه في التعبير. الكتابه التسويقيه بعيده تماما كل البعد عن الكلام ده كله. بس لما بس بتعلم او بتخلينا ايه، خلينا نقول التعود على الكتاب. مجرد التعود على الكتابه، سواء الكتابه التسويقيه ديت في البدايه، هيخلي الانسان قادر انه يكتب مع نفسه بعدين يعني. فدي بالنسبه لي كانت حاجه تانية خالص يعني. فمن هنا حبيت بدات احب المجال يعني. لحظة دخول الكوميونتي، كان ايه التريجر اللي خلى عبد الفتاح يدخل الكوميونتي اصلا؟ خليني اقول ان انا قبل الكوميونتي، انا كنت عارف الكوميونتي قبلها بحوالي سنه ونص كده، وقعدت اسال عن الاسعار ومش عارف ايه. سنة ونص قاعد متابع اسعار الكوميونتي عامله ايه. يا اخي ده انت غلبت اللي بيكراش. حرفيا سنه ونص انا قاعد بتابع. طب السعر دلوقتي عامل ايه؟ طب السعر دلوقتي عامل ايه كده يعني. ما كنتش بشترك في الاخر طبعا الحمد لله. الاقتصاد بتاعنا. لحد ما كنت قاعد مع 2 صحابي يعني. فقلت لهم انا عايز اشترك بصراحه. الحاجه اللي عايز اشترك فيها هي ماستر كوميونتي مش عارف ايه. فبعدها بشهرين توفى معايا حوالي مبلغ 1000 جنيه او حاجه زي 1100 بالظبط يعني. فلقيت بالظبط بعدها باسبوع لقيت العرض نازل. كان شهر 11 2023، والعرض نازل وايت فرايداي مش عارف 50% 52%. انا فاكر العرض ايام العروض. العرض 52%. الكورس كان وقتها الكوميونتي مقسوم باك اند والكلاب لوحده. فقلت لا ندفع، وادفع في لحظتها، لان انت لو فكرت مش هتشترك. وبالفعل دفعت في لحظتها. الاقتصاد اتغير دلوقتي يعني. الاقتصاد دلوقتي اتغير. فدفعت في لحظتها ودخلت الكوميونتي بقى. قبل برضه ما اشترك سبحان الله في واحد دخل، احمد ممدوح. دخل لي على الخاص، قال لي انا مشترك في الكوميونتي، وايه رايك في المحتوى 1 2 3. قلت له والله هو المحتوى على الكلام اللي مكتوب فهو عظيم جدا ماشي. وانا طبعا عايز ده كان داخل يسالك كده، كان داخل يسالني عن الكوميونتي. ما انت متابع بقالك سنه ونص، انت مجمع بالظبط. فقال لي والله، قلت له والله هو المحتوى على موجود فهو عظيم جدا يعني. بس وانا عن نفسي اشترك بصراحه، بس معيش فلوس حاليا يعني نشترك وبتاع. كان قبلها الكلام ده قبلها بشهرين 3 كده او حاجه زي كده. هو جاء بعد كده احمد ممدوح. ف كان هو بيحضر وقت الشرح. انا دخلت بقى بعد ما الشرح خلص اصلا يعني. فلما دخلت الشرح كان خلص، ودلوقتي بقى هنبدا نعمل سيشنز مراجعه عن اللي عملناه في الشرح. طب انا ما حضرتش الشرح، طب احضر سيشنز المراجعه ازاي؟ فبدات اسمع التسجيلات مع نفسي بقى. كنت داخل عايز خلينا نقول ايه، عايز احقق ان انا اللي انا تايه عنه بقالي سنتين. انا تايه مش عارف انا بعمل ايه. انا ماشي وكاني بتاع بوستات، انا فاهم كل حاجه بتتم في الكواليس بس مش عارف اطبقها. يعني بطبقها يعني ايه، خلينا نقول بطبقها كده هلاهوط. ماشي. ف ما حدش هيريليت لهلاهوطه دي غير اللي في الكوميونتي. يعني ما كنتش بطبق اي حاجه غير اي كلام كده يعني. فداخل بهدف ان انا اسيستم دماغي بقى، نبدا نسيستم دماغنا كده ونشوف احنا بنعمل ايه. المفروض الشركات لما تيجي، من قبلها بفتره كنت بفكر، ودايما السؤال في بالي الشركات لما بتيجي تفكر فينا بتفكر فينا ازاي، بالذات الشركات الكبيره يعني. لما تيجي تفكر فينا كبني ادمين، هل هي بتفكر فينا كبني ادمين فعلا، ولا هي مجرد داتا وارقام عندها؟
ده كان بالنسبه لي عامل لي ازمه، يعني اللي هو احنا فين في وسط العالم الكبير دوت يعني. احنا في عالم كبير جدا. طب احنا بنعمل ايه، او الشركات دي بتعرفنا ازاي، بتعرف ايه عندنا، ما بتعرفش ايه عندنا وخلافه يعني. فانا داخل عايز يعني خلينا نقول تفكير واضح، وطريقه واضحه امشي بيها بحيث ان اعرف اشتغل بقى. ان ودي المسج اللي كنا بنماركت بيها الكوميونتي دي بالظبط اصلا. بالظبط. ف الطريقه الواضحه ديت انا كان بقالي سنتين بدور على شغل مش لاقي شغل، بدور على انترنشيب مش لاقي انترنشيب، بدخل انترفيوز مش لاقي انترفيوز، يعني ما بتقبلش. خلينا اقول انا عايز اقول لك، بغض النظر ان عبد الفتاح دلوقتي احنا بنشتغل سوا، بس يعني احنا لما بنيجي نفكر ك او صاحب العمل لما بيجي يفكر في انه يشغل حد، هو بيبعد جدا عن الطلبه، فممكن يكون ده سبب ملوش علاقه اصلا باي حاجه، ما هو انك عشان فعلا لسه بتدرس. ما هي دي فلا. الحقيقه، ما هو جالك في الكلام. دخلت حوالي من فتره شهر شهر كام، شهر 10 2000، لا شهر 11 2024، شهر 11 2023 لحد شهر واحد، لحد 1/7 2024. انا كل الفتره دي كنت بدور على شغل. مهم. الفتره دي كلها دخلت حوالي 30 او 40 انترفيو، ما اتقبلتش ولا واحده. ده غير اللي كنت بقدم عليهم وما بيردوش عليا اصلا يعني، وده ما اكترهم يعني. آه، يعني 90% منهم لمجرد ان انا طالب في طب. يعني في تخوف كده في المجتمع اللي هو انت طالب طب انت مش هتعرف توفق في اي حاجه عموما. ومش هتعمر بس يعني، في الاخر انت مش مكمل هنا. ده احد اللي اتقال، ده احد اللي اتقال فعلا. تخيل، يعني مرفوض من المجتمع عشان طالب طب. بالظبط حرفيا. حتى واحد في مره واحد كلمني قبل، انا يا دوب بعت له البورتفوليو والسي في، كلمني بعدها بنص ساعه على طول. قال لي ايه الشطاره دي، ده انتوا هتسبقونا، انا عايزك بكره معايا في الانترفيو. قلت له والله بكره انا مسافر ومش عارف ايه، فخلينا اليوم الاحد. كان بعدها يوم الخميس. فجيت يوم الاحد كان اتصل بيا قال لي انا عايزك بدري. قلت له خلص السكشن اللي انا فيه واجي لك. قال لي ايه ده انت طالب؟ قلت له اه. قال لي لا للاسف احنا مش عايزين طلاب. فده كان احد يعني حصل شويه مواقف في الفتره ديت كتير جدا يعني. ايوه، ما هو عموما الناس اه تقلق من الطلبه. هو بالظبط. الطالب لا يملك قراره مش بايده لوحده يعني. بالظبط. المهم ان انا دخلت الكوميونتي بقى، نرجع تاني لنقطة الكوميونتي. دخلت الكوميونتي عايز عقلية واضحة امشي بيها، اسست بيها دماغي. ان انا شخص محب للنظام في الشغل، ان انا عارف انا ماشي ازاي، مش عارف الخطوات اللي انا بمشي عليها علشان ما حتى لو ما بعملهاش، بس انا عارف ان انا المفروض اعمل 1 2 3. ف... فده اللي كنت داخل بيه. لما لقيت في البداية مراجعة سيشنز، طب حاول بقى تلحق تذاكر وتلخص وتعمل مايند مابس وابعت واظهر واعمل كل حاجه. بعد كده جت سيشنز كده كنا بنعملها عن جو ثرو لينكد ان. من هنا جت بدايه اللينكد ان. انا كان عندي الاكونت لينكد ان ميت اصلا، ما بفتحوش. سبحان الله في فتره شهر بالظبط الاكونت زاد 100 يعني 1000%. كان ما فيش. ما كان ما فيش حرفيا. فلا زاد كتير جدا في الفتره دي. بعد كده بقى جت فتره خلصت الفتره دي كلها، جت فتره التريننج بقى. التريننج لقيت فيه الانترنشيب اللي انا كنت بدور عليها مش لاقيها. جت لقيت فيه العقليه، العقليه الواضحه واللي اقدر اطبق بيها اللي انا عايزه. انا فاهم، وفي يمكن معلومات كتير من اللي جوه الكورس انا عارفها اصلا بالفعل، بس انا مش عارف اطبقها. ودي وضحت بقى معايا في اثناء التريننج نفسه. يعني انت اصلا وانت بتذاكر الريكوردز، كان في حاجات انت لسه مش عارف انا هطبق الكلام ده ازاي. بس في حاجات كتير انا فاهمها يعني. بس ما خدتش الخطوه اني اطبقها. اجرب واطبق وبتاع. بالظبط. وكان عندي دايما مشكله مع الناس، يعني انا عندي دايما مشكله مع اللي بيقول لي جيب مشروع وهمي وطبق عليه، تخيل مشروع وطبق عليه. انا ما بعرفش اتخيل. خلينا نقول تخيلي محدود شويه في الحته دي بالذات.
مهم. فما بقدرش اجيب تخيل واطبق عليه اللي انا عايز. لا يعني اديني مشروع وقول لي طبق على ده. حطني حطيني قدام الامر الواقع، انما ما تسيبنيش لدماغي، مش هعمل حاجه. وبس فتره التريننج بقى لقيت فيها الانترنشيب اللي انا عايزها، لان انا بقى لي سنتين سنتين او سنتين ونص في المجال، مفيش منتور عليا، مش لاقي حد يقول لي انت بتغلط فين ولا بتعمل ايه، مش لاقي اي حاجه عموما يعني. تايه. دخلت انترنشيب قبل كده، بس ما عمرتش فيها لان انا كنت لوحدي اصلا فيها يعني. المفروض ان انا كعاده الشركات الستارت اب، انت كونتنت بس انت بتاع كل حاجه. وداتا انتري في الاخر. طيب خلينا نقف عند كام بوينت كده ونتكلم فيهم. رقم واحد، وانا عارف ان ده هيكون او كلامك فيه هيكون مفيد ليا انا حتى وللناس اللي بتسمعنا ان شاء الله. ازاي ممكن الواحد مننا ينظم وقته؟ مم. و... وانت كنت حد مضغوط من اول الازهر بقى لحد طب. خلينا اقول ان نرجع بالزمن لتانية اعدادي. انا من تانية اعدادي وانا متعود ان انا دايما انام بدري اصحى الفجر، انام بدري اصحى الفجر من تانية اعدادي وانا على النظام ده. فكان بالنسبه لي اليوم من الفجر لحد الظهر ده يوم، ومن الظهر من بعد الظهر كده ساعه او ساعتين نوم، وبعد كده من العصر لحد العشاء او بعد العشاء بساعتين ثلاثه ده يوم تاني خالص. على فكرة هم فعلا يومين. اه. هم حرفيا بالنسبه لي كانوا يومين. واكتر فتره بقى حققت فيها ده كانت في فتره سنه ثالثه كليه. ثالثه كليه كنت بصحى الفجر. ما كنتش منتظم قوي بصحى في الكليه يعني كعاده الطلبه المصريه يعني. فكنت بصحى الفجر اداني لحد الساعه، يعني انا ظابط جدولي. هقول على النظام اللي كنت ماشي بيه دلوقتي. كنت ظابط جدولي لحد الساعه 12 بالظبط. مهم. كل ساعه فيها حاجه وكل وقت فيه حاجه وكلام من ده. بس باجي ابص الاقي نفسي خلاص الساعه 9. طيب انا من 9 بقى. انا يعني في عيب شويه ان انا لو خلصت الحاجه اللي انا محددها انا مش هعمل اي حاجه تاني. خلاص خلاص. انا كنت انا اللي انا كنت محدده خلاص. خلاص كده انا مش مكمل. وبالفعل ده كانت مشكلتي الازليه ان انا من 9 لحد 9 بالليل 10 بالليل انا فاضي، انا قاعد بشد في شعري. فعشان انت مش مرتب باقي مش باقي مرتب اليوم بقى. كله. لا خلاص انا كده خلصت. ف آه، فدي كانت ازمه بالنسبه لي. فده كان وقت فراغ كبير بالنسبه لي. فعلا لو استغليته بقى، ابدا استغل الوقت ده بقى عيش حياتك بقى في اللي انت عايزه يعني. آه، بدات اتعلم تنظيم الوقت فعليا في ثالثه لما سمعت كان فيديو العالم محمد علي كان بيتكلم فيه عن التخطيط وتنظيم الوقت وكده. فكان ملخصه ان انت بتجيب كشكول وتقسم الصفحه 4 صفحات، كل تحت كل يوم يعني تقسمها 4 جداول. كل جدول بيمثل يوم، وتحت كل يوم تكتب عبارة تشويقية. وفي خلال اليوم بقى كده بتكتب انت يعني بتحدد انت هتعمل ايه بالساعات. حلو. ماشي. بس قبلهم بتعمل صفحة كده انت عايز تحقق ايه بأهدافك، باللي انت عايز تحققه كله بتوصلهم تحت بعض كده كلهم. بعد كده بتختار اكتر 3 اهداف او 4 اهداف اساسيين انت هتشتغل عليهم في خلال الاسبوع، في خلال الشهر، في خلال السنه اللي انت عايزه. كان ده احمد ابو ده زيد بيقول احسن فتره يعني احسن وحده لتنظيم الوقت والحياه عموما هي الاسبوع. انا أمم. مع الراي ده الحقيقه، يعني عارف هي حاجه اه. باترن واحد متكرر. هو انا ما كنتش ماشي بالاسبوع، انا كنت ماشي باليوم بصراحه. انا بدات في الاول بان انا حطيت اهداف للسنه كلها. ما حققتش فيها حاجه بصراحه بالمناسبه يعني. حققت فيها بعدها بسنتين. اها. بس حطيت اهداف للسنه كلها، وبعدين بدات احط جدول اليوم بيوم. اجي بالليل قبل ما انام انا عندي بكره من الساعه كذا للساعه كذا عندي كذا، والساعه كذا للساعه كذا عندي كذا وكذا وكذا وكذا، وهكذا. اليوم كله ماشي لحد كده. طبعا يعني بقول لك من الفجر لحد الظهر ده كنت بقسمها بالساعات بالشكل ده. ليه؟ لان انا عارف ان اولا لو انا في البيت، انا سكن جامعي اصلا يعني، لو انا في البيت فمفيش حد بيصحى في الوقت ده في البيت عندنا.
لو انا في السكن الجامعي فمفيش حد هيصحى برضه في الوقت ده، ولو هيصحوا فهم هيكونوا في الجامعه. مم. فانا في الوقت ده انا ضامن ان الوقت ده ليا كله. اها، مش مفيش هدر. بالظبط، مفيش هدوء خالص في الوقت ده. بعد الوقت ده لا، انا لو في البيت فابويا موجود، روح هات لي مش عارف ايه، روح اجيب لي مش عارف ايه، امي طب تعالى اعمل مش معايا مش عارف ايه، وهكذا. فانا مش ضامن الوقت اللي بعد بعد الظهر او من الظهر اللي بالليل. هيكون في وقت كتير ليا، بس في وقت هيضيع يعني. ما اقدرش اقسمه بالساعات، اها. لان مش ضامن، مش ماسكه في ايدي. فده كان نظامي في تنظيم الوقت عموما يعني. رقم واحد، نصحى الفجر بالظبط، عشان يبقى ده معاك ده يومين في ده حياتك. عموما في اي حاجه بقى. ونام بدري، اي اي وقت، وقت. باي وقت بدري هتلاقي نفسك معاك يومين ب... برضه. اه والحاجة التانية إن في أوقات ممكن تنظم بالساعات ونحددها أنا هعمل كذا الساعة كذا، وفي أوقات تانية ما كنتش بتعرف تعمل فيها ده. أنا عايز أضيف على الحتة دي إن يعني هو الصراحة الفيديو ده اللي أنا كنت بستشهد حتى بإن الوحدة بتاعت التخطيط هي الأسبوع. كان بيتكلم فيه أحمد أبو زيد، وكان بيقول، كان بيشتكي ان واحد كاتب له كومنت، مش بيشتكي، هو بيعلق على الكومنت اللي كان مكتوب له، بيقول ايه، انت ازاي بقيت روتيني. روتيني قوي كده. وقعد يشكر جدا في كلمة روتين بقى. احمد أبو زيد نفسه بقى بيقول مم. هي مش حاجة وحشة، انا ده ده انا عايزه. هدف، ده اللي انا كنت عايزه اصلا، ان بالظبط. حياتي بقت روتينية، بقيت عارف انا بعمل ايه. فواي نوت ان حياتنا تبقى روتينية يعني. في الاخر الروتين ده، عارف انت لما تقول انا كل يوم في ساعة معينة، والساعة دي هعمل فيها حاجة مختلفة، فانت خلقت من الروتين حاجة، طلعت بره الروتين من الروتين. طيب، بالنسبة لفترة التريننج بقى مع عبد الفتاح، مم. آه، ايه؟ فترة التريننج بالنسبة لي جت في وقت صعب بصراحة يعني. لأن أنا كنت داخل على شهرين امتحانات، بعدهم على طول فرح أختي. فكانت فترة التريننج أصلا قعدت معانا فترة طويلة، بس هي الأساس بتاعها 3 أو 4 شهور. مهم. ففكرة إن أنا أضيع شهرين ونص من فترة التريننج في إن أنا مشغول، فدي كانت بالنسبة لي أزمة. فكنت بعمل بقى كل حاجة أقدر أعملها علشان أقدر أستمر في الفترة دي، لأن أنا لو ما عملتش حاجة أنا هموت. وجيت في اخر بروجكت كنت شغال لوحدك وكنت تقريبا. كنت شغال لوحدي عدى، المهم انه عدى يعني. فايه اللي كنت بعمله بقى؟ كنت اقعد ارخم هنا شويه، ارخم على ميرنا شويه، على تيم واحد شويه، على تيم 6 شويه، اشوف تيم 2 بيعمل ايه وارخم يعني. اعمل شويه اي شويه حبشتكنات كده، بحيث ان انا ايه، خليك مستمر. انت بتحفز نفسك بنفسك ان انت تستمر، وفي نفس الوقت بتعصب غيرك. انا واحد رخم شويتين بس غلبان. على غرار هجرس، عبد الفتاح بيصرح دلوقتي ان هو كان بيبقى قاصد يغلس على التيمز، الى جانب انه بيحفز نفسه، بس الغرض الاساسي انه بيبقى عايز يضايقهم. كمل. مش قوي بصراحه. لا، الغرض الاساسي كان ان انا حافظ نفسي، بس انا كنت جيت في اوقات كده لا انا عايز اضايق، انا عايز اضايق الناس دي. تصريح تاني. زي مثلا فيديو بتاع كابتن مروان شايفني بتاع كده يعني. الفيديو ده كنت قاصد ان انا اضايق الشباب دي يعني. تيم 1. اه. كابتن مروان. اي نعم، مروان رد بعدين بس تمام يعني. اوكي، صوت المهم ان نازل لك تحت. المهم ان انا ايه، عملت اللي انا كنت عايز اعمله يعني. فتره التريننج اتعلمت منها كتير. شويه الحوارات اللي كنت بعملها، انا كنت قاصد ان انا اعملها بحيث ان انا اعمل اسم لنفسي واكبر نفسي يعني، واحفز نفسي اكتر ان انا استمر على اللي انا بعمله. خلاص، ما و ينفعش عبد الفتاح اللي بيحفل علينا يجي يجي مش عامل التاسك بتاعه. بالظبط. بالظبط. انا كنت باجي مش عامله، كنت بعمله في السيشن يعني، بس اتس اوكي. كنت سايق مزاجي، خد بالك. بس عشان كنت ببقى مركز مع في السيشن، ما اعرفش تعملها ازاي، بس في الاخر كنت ببقى مركز يعني. انا عارف ان انت قاعد بتعدل او بتعمل حاجه، بس عبد الفتاح كنا بنقول ايه، كنا بنقول كذا، ومركز وبيسال. فاوكي، كنت بشوف في الفيدباكس اللي انت حتى بتكتبها انك بتبقى مستمتع بالنقاشات مع باقي التيمز والفيدباكس بتاعتهم، على الرغم ان دي ويك بوينت انا بعاني منها مع الناس. اه
يعني عارف بيجي حد يقول لي انا عايز ممكن اراجع الاول وبعدين اقفل او مش عارف ايه، او بيستثقلوا الفتره بتاعت انا دايما كنت بحاول اقعد اخر السيشن، لان انا عارف ان انا هستفيد لما اسمع كلام، اشوف افكار تيم 1 واشوف التعليقات عليهم، واشوف افكار تيم 2 واشوف التعليقات عليهم، وهكذا بقيه التيمات يعني. آم، في جمله لسه سامعها وانا جاي في الطريق من الشيخ انس السلطان، بيقول: السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه، والاشقى من لم يتعظ قط. فاسقاطا على اللي احنا بنقوله، دي عايز تتبروز، خد بالك. اسقاطا على اللي احنا بنقوله، ففكره ان انت تسمع الاخطاء اللي اتقالت في لغيرك، انت هتعرف هم وقعوا في ايه، ومش هتقع فيه. وتسمع الاخطاء اللي اتقالت لنفسك، وتعرف انت وقعت في ايه، فما تقعش فيه. انت ممكن تقع في الاخطاء اللي غيرك وقع فيها، بس انت اخدت بالك منها. يعني لما هتيجي تقع فيها، لا فعلا في انا عملت هنا غلط، والمفروض ان انا كنت ما اعملوش كده. اسمع لغيرك وشوف هو بيقع في ايه، علشان تقدر تتعلم منه. الحياة خبرات وتواريخ، والتاريخ بيعيد نفسه زي ما يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس. الفكرة إن كل التاريخ هو بيعيد نفسه كل مرة بنفس الأخطاء اللي بتقع من نفس من نفس البشر. فأنت لو ما اتعلمتش من أخطاء غيرك علل تدهور تدهور الدولة الأموية بسبب ضعف الحكام هي بالظبط، هي نفس الأخطاء بتتكرر على مدار الزمن. طب ليه ما تتعلمش من الأخطاء دي؟ في الآخر تقصد تقول إن كل واحد وهو بيبتدي الكارير بتاعه أو في النقطة اللي واقف فيها، هو بيمر بأخطاء بنسبة كبيرة جدا شبه الأخطاء اللي أنا همر بيها. فأنا لو أخدت بالي من ده أنا بختصر على نفسي الطريق شوية، باخد اللي ممكن أتعلمه في أسبوعين بتعلمه في أسبوع، بتعلمه وهكذا. بالظبط. وهو ده المبدأ اللي مبني عليه أساس البحث العلمي. ماشي، أنا عايز أضيف حاجة هنا، م. إنه إن اتعاظي أو تعلمي من أخطاء غيري هو برضو مش هينهي على اخطائي، مش هيخليني مفشلش يعني. لا، انا هفشل وهعمل حاجه، وهيحصل لي هيتنصب عليا وانا بشتغل، وهشتغل مع كلاينت وما يعجبوش شغلي فيمشيني، واروح اشتغل في شركه واروح انترفيو فما اتقبلش، واشتغل مع كلاينت ممكن انا ما كانش ينفع اشتغل معاه، المجال بعيد عني فهرجع لورا تاني. في الاخر احنا هناخد السلمه اللي هنطلعها، او السلمه الاولى كده كده هنطلعها قبل ما نطلع للسلمه الثانيه اللي انا عايز ابقى عندها، كده كده هعدي بيها. ف ف فعايز اقول اللي خلاني اقول الكلام ده، او يعني خليني قبل ما اقول انا عايز اقول ايه. افتكر كان في محاضره مشهوره لباشمهندس ايمن رحيم اسمها من هنا نبدا. كان بيتكلم فيها عن نفسه، واحد المواقف اللي فاكرها ان هو كان في الكليه، كان في هندسه بالمناسبه، واخد شهادات كتير بقى بعد كده يعني. بس هو في الكليه كان في ماده هو هو بيشيلها على طول، قعد كذا سنه يشيلها. فكان لما حد بيبقى عايز ينجح ازاي في الماده دي، روح لباشمهندس ايمن فيقول له ينجح وهو لسه قاعد. ال ال فكره ان انت خلاص، انت بتتعلم من التجارب بتاعتك كويس، وتقدر انك تتخطى ده بعد كده. فالفشل نفسه بيساوي خبرات. اللي خلاني اروح للحته دي هو انه اقصر او ايه، اقلل الفشل اللي انا ممكن او تجارب الفشل بتاعتي باني استفيد من تجارب الناس تانية. لكن انا مش هقدر انهي على ده بالكليه، ولو خفت من ده انا هبقى باجل الفشل، مش بنهيه يعني. بالظبط. في الاخر السلمه الاولى انت كده كده هتعدي عليها، فلازم هتعدي وهتخبط شويه، فخلصها بسرعه علشان تفوق بقى بالظبط. لشغلك وهكذا. وده اي حد ناجح في اي مجال في الدنيا هو بيعدي على الفترات ديت، وبيعدي على لحظات فشل كتير جدا قبل ما ينجح. كلنا عارفين قصة توماس اديسون المشهورة، وانه كان فاشل في الدراسة، انه فشل في اختراع اللمبة 900 مرة، ومش عارف نجح في المرة 1000. كلنا عارفين القصص دي، بس كلنا ما بنتعظش منها. ليه؟ لان احنا
دايما عايزين احنا اللي نغلط نفس الغلطات. طب ليه ما تقلل نسبة فشلك؟ انت كده كده هتفشل، خلينا نكون متفقين في دي، انت كده كده هتفشل وكده كده هتقع، بس قلل النسبة وما تقعش في اخطاء غيرك وقع فيها، واقع في اخطاء جديدة بقى، اقع في اخطاء ده جديدة. معناه ايه؟ معناه ان احنا نحضر اللايف ميتينجز لحد الاخر ونشوف الكومنتس، مش بتاعتنا احنا بس، لا نشوف الكومنتس بتاعت الناس. علشان ايه اللي هيحصل؟ انا ببقى براجع لعبد الفتاح مثلا التاسكس بتاعته، فلاقي عنده نوت 2 3 4 اتكلمنا فيهم، وفي حاجات تانية انا لو قلتهم هضرب له التاسك كله، فخلاص عبد الفتاح يعني ايه نفسيته باظت وخلاص التاسك باظ. فانا ممكن عندي حاجتين وانا عامل حاطط في دماغي او مسجل عندي في نوتس ان هرجع اعلق معاه على التو نوتس دول بعد كده. ف ف ف وفي نفس الوقت التو نوتس دول ممكن يجوا يكرروا مع حد تاني، او اقولهم بشكل غير مباشر وانا عايزه يتعلم منهم، او دي حاجه. الحاجه التانيه انه ايه، انه انا براجع معاه واتكلمنا عن واحد اتنين تلاته، وجيت اراجع مع خالد لسه عايز اتكلم عن واحد واتنين تاني. طب ما خلاص احنا اتكلمنا عنهم مره، فتيجي تقول له انت احنا لسه متكلمين عن الجزئيه دي، لسه شارحين الحته دي، لسه مفرقين ما بين الفويس والتون، وكتبنا نفس البوست باكتر من فويس ومش عارف ايه. فتمام، لا انا كنت نايم ما كنتش موجود. مم. طب انت كده بترهق، مش بترهقني انا، انت بترهق الناس دي كلها وبتاخر الميتينجز. نرجع للتريننج بقى. مم. نرجع للتريننج. الاشخاص، انا اتعلمت في التريننج من الفيدباكس والاخطاء اللي تمت، ومن الناس نفسهم. يعني لما كنت اشوف تيم واحد والناس اللي فيه ميرنا وآية وامل وفاطمه، ايه طلعت على التلفزيون تاني. لا لما كنت اشوف الناس دي كلها قاعده شغاله وبتطلع افكار، انا خليني اقول ان انا مش هفكر في الافكار بالشكل ده. فلا ده فتح لي، يعني خلينا نوسع مدارك الافكار عندي. لما كنت اشوف تيم 6 وفايدة واحمد العبد بيعملوه وعبد الرحمن بيجي بيقول التعليقات بتاعته ويعدل. عبد الرحمن تعليقات، عارف انت هتلاقي الناس مسجلاك عبد الرحمن تعليقات، انا عارف انك ان شاء ف... الله بتشوفنا دلوقتي. فلا ده مفيد. لما الاقي عبد الرحمن بيعلق على شغلي وانه لا انت خلي بالك، انت المفروض كنت تعمل واحد اتنين تلاته، انت الحته دي كنت فلتت منك، انا بستفيد. ليه؟ انا واحد من الناس كنت مفتقد الحته دي جدا. على مدار سنتين اتعلمت فيهم، انا اتعلمت بشكل عشوائي تماما، مش لاقي حد يقول لي. فلما لقيت المنتور في التريننج، اللي هو انت، حبيبي. ولما لقيت عبد الرحمن، فتمام انا كده مبسوط. لما لقيت عبد الرحمن بيقول لي تعليقات تانية، لا ده انا كده مبسوط اكتر. ف خلاص بقى انا بدات اتعلم بشكل جدي شويه. لما كنت اشوف بقى التيم اتنين لما ظهر في الاخر والشغل اللي بيعملوه والتعاون بينهم الثلاثه، رحاب وامل ورحاب ونجلاء واسراء، لا كانوا بيعملوا شغل جميل. فلا اتعلمت كتير من الناس اللي موجوده، اسراء ونوان اللي كانوا معايا في التيم، اتعلمت من كل واحد فيهم حاجات مختلفه كتير. ففكره التجمع عموما هي بتعلم. هي احيانا بتكون سلبيه شويه لما بنطول كتير شويه، لما بنطول كتير ويكون في ناس نايمه كتير. بس لا لما بيكون في ناس واقعه مننا، يعني لما نضطر نعيد حاجه. فلا بس هي فوائدها كتير. طب قبل ما نختم خليني اسالك على، بما ان احنا انت حد مهتم جدا بالفيدباكس اللي بتتقال لك، فخليني اسالك يعني قول لنا واحده من الفيدباكس اللي انت فاكرها وشايف انك مش هتنساها، او شايف انها اثرت معاك. مم. واحدة من الفيدباكس اللي اتقالت لي منك ان انت بتعمل شغلك على القد، لا بتزود ولا بتقلل. فانا بصراحة اول ما اتقالت لي هي دي فيدباك حلوه ولا وحشه الاول؟ لا هي، ما خليني اقول انها اول ما اتقالت لي انا كنت طب يعني اتبسط ولا ازعل ولا اعمل ايه بالظبط. بس بعدين لا اكتشفت انها هي حلوة في انك اوقات انت محتاج فعلا تزود، واوقات انت محتاج تعمل على قد، انت مش محتاج مش محتاج اكتر من كده. انا فاكر ساعه الموقف ده تقريبا كنا بنبص على كده
كيديا الحاجات او الكوبيز بتاعت الاي كوميرس اللي كنا بنكتبها. كنت عايز اقول لك ايه، انا مش قادر اقول لك ان البوست وحش او الكوبي وحشه، وفي نفس الوقت مش قادر اقول انها حلوه. حاسس انها مفتقده روح من الحاجات اللي كانت موجوده عند الشباب اللي كانوا الحاجات اللي كانوا كاتبينها، سواء رفايده او آية على التلفزيون تاني اهو. و... و... فاهم. مم. ممكن ده يكون ناتج عن انها كانت منتجات يعني، بس ده مش يعني كنت هقول لك منتجات هم جربوها او شافوها مع اولادهم او بس ده مش مبرر يعني. في الاخر احنا المفروض نعمل سيرش وبتاع، بس ده عموما حتى من قبل كده في البرزنتيشن اللي قبله اللي كان بيج كله ده، عامل شغل حلو عادي وكل حاجه، بس عارف اللي هو ايه، الحاجه اللي تظهرك او اللي انا متعود ان عبد الفتاح ظاهر وسط الناس، لما بتيجي تشوف الشغل بتلاقيه شغل عادي خالص، الدنيا ماشيه على الهادي، مش ظاهر كده زي البروفايل اللي عمله تيم 1 مثلا، ولا الكوبيز اللي كتبتها رفايده في الاخر، ولا النيوزليتر اللي كتبه عبد الرحمن في الاخر. في حاجات كده بتلاقيها ايه نطت شويه، او الكامبين بتاعت اسراء اللي عملتها في الاخر في الراوند دي، في حاجات بتلاقيها نطت كده. فلا عبد الفتاح ماشي بريتم عادي. خلينا نقول ان انا حققت كيف الاستمراريه في الحوار. الاستمراريه اللي احنا بنتخيله. بالظبط. فده كان غرضي من الفيدباك ده. لا، هي فيدباك فعلا كانت بالنسبه لي مهمه جدا، لان انا شخص ما كنتش عارف طبيعتي في الشغل عامله ازاي، ما فيش حد يحكم عليا وكده. فلما اتقالت لي بدات ابص بقى اللي انا بعمله. كنت ماسك ساعتها مكان تطوعي، بنقدم فيه كورسات بحث علمي وكده. فبدات ابص على اللي بعمله، لا انا فعلا ماشي بنفس الريتم فيه. طب ابص على اي شغل فريلانس عملته، لا انا فعلا ماشي بنفس الريتم. طب فين الحاجه المميزه في كل ده؟ مفيش. هو كله بنفس الريتم، كله بنفس الريتم بس مش مميز. عارف انت في حاجات بنفس الريتم كده بس مميزه، زي تلاوه الشيخ محمد علي البنا مثلا. يعني هو كلها ريتم واحد بس كلها مميزه. هنا لا، هنا كله ريتم واحد بس مفيش حاجه مميزه، مفيش مميز خالص. فبدات ابص للموضوع من الناحيه دي. في اوقات انا هحتاج الريتم ده عادي جدا، في اوقات شغل خفيف مش محتاج ان انا ابذل فيه مجهود، فلا خلاص خلينا ماشيين على الريتم الطبيعي بتاعنا. في اوقات تانية لا، انا محتاج بقى اعمق فهمي للموضوع اكتر علشان اقدر اطلع بحاجه مميزه فعلا. انا مبسوط ان احنا اتقابلنا النهارده، وسعيد باللقاء بتاعنا ده، ويعني شرفتنا عبد الفتاح. شرف لينا والله. جزاكم الله خير.